السلام عليكم الخوت الحبايب، لكم وحشه تحياتي. الفيلم بالخف ديالنا كيبدا مع المحاميه فيرجينيا وهي غاديه عند واحد السيد سميتو طوني، وهذا السيد كان هو مضافر دوله اسبانيا، ومشات لعندو وقدمت له نفسها على انها صيفطها الصديق ديالها فيليكس اللي هو في الاصل محامي ديالو، وصافي استقبلها وقال لها دخلي وجوج دقائق انا معاك. وفي هذه الساعه بقات كتشوف التلفزيون وبانت ليها كيتكلموا على واحد السيده فنانه تشكيليه سميتها فيدال، ولقاوها مقتوله والمشتبه فيه الاول القتل ديالها هو طوني. وهنا جا طوني وسول على السبب باش جات لعندو، وهي قالت له باللي المحامي ديالو فيليكس ما استطاعش يجي حيت عنده شي شغل على هذه القضيه، وكلفني انا باش نجي لعندك ونناقش معك معطيات القضيه، حيت سمعنا باللي النيابه يمكن تستنطقك غدا حيت كاين واحد الشاهد جديد بان في هذه القضيه، وهذا الشيء يمكن يبدل المعطيات كامله، وهذا الشيء طبيعه الحال غيكون ضدك. فهنا قال لي باللي فيليكس قال له القضيه كامله في اليد والنوطه مضبوطه وما عندي علاش نخاف. وهنا فهمته باللي هذا الشيء كان قبل ما يبان هذا الشاهد الجديد اللي يمكن يقلب القضيه كامله ضدك. وزادت قالت له باللي يمكن غير في هاد 3 الساعات اللي جايين يمكن يستنطقوا ويسمعوا الشهاده ديال هذا الشاهد، وقالت له انها محتاجه تسمع منه التفاصيل باش تقنع المحكمه بانه ماشي هو اللي قتل. وهنا بدا كيحكي ليها بصح انه كان على علاقه بهاد السيده فيدال، وكان شي حد ثالث على علم بهاد العلاقه، وكان كيبتزهم بجوج حيت بجوج كانوا مزوجين، وهو اللي طلب منهم يقابلهم في واحد الاوتيل بعيد ويجيبوا معاهم 100 مليون. وحقا مشاو لذاك الاوتيل وبقاو كيستناو فيه دازت ساعات لكن ما جاش هاد السيد. وشويه طوني جاه ميساج للتليفون، وفاش فيدال سولاتو شنو كاين قال لها باللي جاه ميساج لكن تصيفط من تليفونك انتي. وهنا قالت له يلا نمشيو بحالنا حيت هذا الشيء ما كيطمنش. من بعد طوني بغى يهز الباليزه ديال الفلوس حتى جا واحد خونا ودفعوا وجاتو الدقه في الدماغ وسخف. وفاش فاق على الصوت ديال البوليس كيدقوا لقى فيدال طايحه مقتوله والفلوس مطيحين تا هما، والبوليس دخلوا وقبضوا عليه. وطوني كان كيبكي فاش كان كيعاود ليها. هنا قالت له على ان المحضر ديال البوليس مكتوب فيه ان كاين شي شهود سمعوا الصوت ديال شي واحد كيطلب المساعده، وفاش البوليس فتحوا الباب كانت السلسله مسدوده من داخل، يعني الباب تسدت من داخل، وحتى المفتاح ديال الدقه الاوتيل كيحيدوهم في الشتوى، يعني حتى حد ما خرج من تما، يعني بهاد الادله انت هو القاتل. وهنا قال لي بان البوليس هما اللي اختلقوا هذه القصه، ان السيده فيضال كانت على علاقه به حيت بغى يعطيها الفلوس باش تسالي معاه وهي ما بغاتش، فانا هو قتلها، لكن هذا الشيء ما وقع منه والو او الساده. وزاد قال ليها ان بسبب هذه القضيه الزوجه ديالي خدات البنت وطلبت الطلاق. وهنا قالت له باللي هذا الشيء اللي كتقول غيدخلك للحبس، وعطاتو الجورنال فيها واحد الفوطو ديال واحد الولد سميتو دانييل، وقالت له اذا باغي نعاونك ما تكذبش عليا. من بعد بقى كيشوف الفوطو ديال هذا الولد بقى ساكت وبدا كيحكي ليها انه من 90 يوم فاتت تكلم مع الزوجه ديالو وقال لها انه غادي شي شغل في بلجيك، لكن هو في الحقيقه كان مع فيدال. من بعد طوني كان كيشوف الفيديو اللي فيه بنته وبدا كيحس ان هذه العلاقه مع فيدال، هذه الخيانه يمكن تكون سبب باش يفقد عائلته وبنته. وفعلا فاش كانوا غاديين في حالهم قال لي خصنا ننهيو هذه العلاقه ونساليوها حيت بزوجنا كنخونوا الازواج ديالنا. وهنا غتبان واحد الغزاله وغيبغي يحيد منها وغيدخل في واحد الطوموبيل فيها واحد الولد مازال شاب، وفاش هبطوا يشوفوه لقاوه ميت. وهنا طوني بغى يتصل بالبوليس لكن فيدال قالت له بلا ما تتصل بالبوليس، اذا جاو غتوصل العلاقه ديالنا للازواج ويمكن ندوزوا الحبس على هذه الحادثه اللي مات فيها هذا الولد. وهما مازالين كيتكلموا غيدوز واحد السيد محداهم وغيسولهم واش محتاجين شي مساعده، وفيدال غتقول له لا حنا دخلنا ببعضنا بالطوموبيلات ودابا غنحلوا المشكل ما كاين حتى حاجه. من بعد غيبدا التليفون ديال هذا الشاب اللي ميت كيصوني، وغتمشي فيدال تاخذ التليفون وغتقطع الخط. من بعد مثلت انها كتكلم مع لاسيونس وشافت الدم هابط من الطوموبيل وخبعته باش السيد ما يشوفوش. وفاش السيد مشى في حاله حط التليفون في الجيب، ومن بعد حطوا هذا الولد ماليطه ديال الطوموبيل وقالت لطوني صافي تخلص انت من الجثه حيت ما كاينش شي قضيه بلا جثه. وبلا ما يزيدوا يتقابلوا مع بعضياتهم صافي طوني خدا طوموبيل ديال الولد وبقى غادي بها لمده ساعه. من بعد لاحه في واحد الواد تغطست في الماء، وفيدال بغات تاخذ الطوموبيل ديال طوني لقاتها ما خداماش، توقف عليها واحد السيد وقال لها هو يساعدها، اصلا خدام مهندس الطوموبيلات وكيخدم حتى في الميكانيك، قال لها سميتو توماس. من بعد خدا الطوموبيل ديالها، وفاش كانوا غاديين نسولها على سميتها قالت له باللي سميتها سوزان، وقالت له باللي الطوموبيل سلفتها غير مع عند اختها باش تقضي بها شي شغل. وهنا غيتصل بها الزوج ديالها وغيسولها فين تعطلت، غتقول له باللي غتعطل شويه
الشغل. وفاش غيوصلوا للمنزل ديال توماس يقدم ليها الزوجه ديالو سيلفيا وغتسلم عليها وغتقول لها عندك الدم في يدك خصك شي دواء، وهي جاوبتها باللي عملت حادثه مع واحد الغزاله وقيلا هذا الدم ديالها ماشي ديالي. من بعد غتغسل يديها وتوماس غيصلح الطوموبيل. هنا سيلفيا غتجيب ليها الفوطو ديال ولدها دانييل، لكن فيدال غتصدم فاش غتشوف باللي دانييل هو نفس الشخص اللي مات في القصيده. صدفه هذه. وفي هذه الساعه غيجي اتصال لسيلفيا من صديقات دانييل كتسولها عليه، وبعد ما قطعت معها بدات كتعاود لتوماس وفيدال كانت كتسمع. فهنا سيلفيا صونت على ولدها دانييل وغيصوني التليفون وغيكون في الجيب ديال فيدال. هنا فيدال تفافات وتخلعت وخبعت التليفون تحت المخده. فاش لقاوه باه وامو استعجبوا حيت ولدهم دانييل ديما كيخلي معاه التليفون. من بعد خلاتهم ومشات في حالها. هنا تلاقات مع طوني وعاودت له على اللي كاين وقنعاتو باش يلوح الطوموبيل ديالو. هنا طوني غيمشي وغياخذ الطوموبيل ديالو لواحد البلاصه كيقطعوا فيها الطوموبيلات يعجنوهم. من بعد غيودعوا بعضهم حيت ما يمكنش يزيدوا يتلاقاو. ومشى عند البوليس وقدم بلاغ ان الطوموبيل ديالو تسقط وانه هو يلاه جا من بلجيك وما لقاش طوموبيلته. وفي اليوم الثاني مشى للشغل عادي كأن شيئا لم يكن باش تا حد ما يلاحظ عليه شي حاجه. ودازت شي ايام وغيشوف التلفزيون كيتكلموا على اختفاء الشاب دانييل. وهنا غنوليو عند المحاميه فاش جاها اتصال من عند النيابه كيعلموها انهم غيستنطقوا الشاهد اللي بان. طوني قال لها انه ولا بد يكلم فيليكس وسولو فوقاش غيجي. قال له في الليل وعطاها التليفون. هي تكلم معاه وقالت له باللي كاين واحد الشاهد جديد في القضيه، وهو قال لها تصيفط له التفاصيل في الايميل. وطلبت من طوني يكمل كلامه وقال لها باللي واحد اليوم جاتو استدعاء من عند البوليس ومشى مع المحامي ديالو فيليكس وقالوا له ان كاين واحد الشاب اختفى وان الاب ديالو قدم بلاغ كيقول فيه في اليوم اللي اختفى الابن ديالي تلاقى مع واحد البنت وكانت كتسوق واحد الطوموبيل عندها الماتريكول بسميتك. لكن طوني قال لهم ان الطوموبيل ديالي تسقطت وانا ديجا قدمت بلاغ بهذا الشيء هذا. فاش مشاو في حالهم فيليكس سول طوني واش عنده شي علاقه باختفاء هذا الشاب. طوني بقى ساكت وفيليكس فهم اللي كاين وطمنوا انه غيطلعوا من هذه القضيه. كون هاني. وحقا استطاع يثبت ان طوني كان في بلجيك. وفي اليوم الثاني طوني غيشوف في التلفزيون انهم كينفيو ان الشاب دانييل تختطف ولا وقع عليه شي حاجه حيت لقاوه اغتالس 50 مليون من البنك اللي كان خدام فيه. وقال لي انه اتصل بفيدال بالتليفون عمومي واتفق معها انهم يتلاقاو واحد المطعم. وهي جبدت له البسطام ديال دانييل اللي فيه الوثائق ديالو وقالت له انهم فاش هزوه يحطوه في الماليطه ديال الطوموبيل ديك الساعه خدت البسطام وهي اللي استعملت البطاقه ديالو باش خدت الفلوس من البنك. وطوني ما عجبوش الحال لكن هي قالت له انا كنعمل الصح باش نفلتو منها. قالت له ان اذا طاحت غطيحو حتى هي معاها يعني غيطيحوا بجوج وخلاتو ومشات. من بعد طوني غيولي لحياته الطبيعيه مقابل خدمته وحياته غاديه للمزيان. وتقام واحد الحفل على حسابه غياخذ فيها احسن هوم دافير في هذا العام. وواحد من الموظفين غيقول له كاين واحد الصحفي باغي يتقابل معاه. فاش غيمشي غيلقاه توماس وغيقول له ان ابنه ما خداش الفلوس من البنك وانه حاسس ان ابنه مات. ويقول له ان البنت اللي كانت كتسوق الطوموبيل ديالك هي اللي حطت التليفون باش صونينا عليه. وقال له حتى البلاصه فين كانت جالسه في الطوموبيل ما كانش في القياس ديالها عاد عوضتها. يعني شي واحد كان جالس تما كيسوق عاد فاش كذبت باللي قالت هي مسلفه طوموبيل من اختها لكن هي طوموبيلتك. قال له باللي فاش جاو البوليس علموهم ان دانييل ماشي مختفي لكنه اغتالس الفلوس وعلق. مو بالصدمه دخلت لوسبيطال وبقات كتعالج وطلب منه انه يقول له الحقيقه ويقول له فين هو ولده. وقال له باللي هو متاكد انه كان مع ديك البنت. وقال له فين هي جثه ولدي. وهنا طوني جا في بالو طوموبيل وهي هابطه في الماء. توماس قال له انا باغي غير ندفن ولدي ما باغي والو. وفاش على صوته وبدا كيغوت جاو الموظفين وهزوه ولاحوه في الزنقه. وهنا غنوليو للمحاميه وهي كتسول طوني كتقول له واش يكون توماس هو اللي قتل فيدال باش ينتقم لولده دانييل وان يمكن يكون هو اللي طلب 100 مليون باش تلاقاو في الاوتيل. لكن هو غيقول لها ان كاين واحد الشخص السيد شافنا في اليوم ديال القصيده وجا واحد الميساج فيها واحد الفوطو ديال البلاصه اللي لاح فيها الطوموبيل ومعها واحد التسجيل صوتي كيقول له انا على علم بداك الولد اللي قتلته انت وصاحبتك وانه هو باغي 100 مليون باش يبقى ساكت. وقال لهم ولا بد يكونوا مع بعضهم فاش يجيبوا له الفلوس. وفاش غيتلاقاو غيكلمهم التليفون بوبليك. وفاش جاوبت فيدال قال لهم انه كيستناهم في اوتيل بيلا فيستا في بيت 715 وطلب منها انها تخلي التليفون ديالها في السطال ديال الزبل. وفاش وصلوا للاوتيل فيدال سبقت الاولى ومن بعد تبع طوني والباقي ديال
قصه ديجا سمعتها منه. هنا المحاميه عطات له يشوف واحد الفوتو كاينه بالجورنال كيبان فيها انه مقبوط عليه، وفي داك الفوتو بينت له واحد السيده واقفه وقالت له ان هذه هي مو ديال دانيال وخدامه في داك الاوتيل نيت. عليها كتقول ان توماس هو اللي عمل هذا الشيء كامل، حيت الزوجه ديالو هي اللي غتعاونو يدخل للبيت الاوتيل قبل ما يجيو باش يتخبى تما، وهو اللي دفعك بس خفتي وقتل فيدال ولاح الفلوس باش يحيد عليه الشبهه. هنا طوني حس ان كلامها منطقي ومعقول، وهنا قالت له ان ولا بد يثبتوا ان فيدال كانت بوحده في يوم القصيده اللي مات فيها دانيال، وان هي اللي لاحت الطوموبيل في الماء، ولكن لازم يحطوا فيها شي حاجه ديالها باش تسمى دليل ضدها، وهكذا غيثبتوا ان توماس هو اللي قتل باش ينتقم لولدو دانيال. وعطاتو المابا باش يحدد البلاصه ديال الواد اللي لاح فيها الطوموبيل، عطى ليها البلاصه وكان معجب بالذكاء ديالها. وهنا قال لي انه قبل ما يدفع الطوموبيل في الماء سمع ان دانيال مازال عايش كيغوت، لكن خاف انه يتفضح وسد عليه ولاح الطوموبيل في الماء. فهنا المحاميه تعصبت وتكلمت معاه بحده وقالت له انك فاش دخلتي في دانيال وسحب لك مات فيدال هي اللي بغات تكلم البوليس، لكن انت ما خليتيهاش، انت اللي خديتي البسطام ديالو وخديتي الفلوس من الباك البطاقه ديالو. وقالت له ان فيدال في الملف الطبي ديالها تقال انها كانت كتعاني من نوبه قلق وما كيجيهاش الناس، العكس ديالك انت اللي كنتي عايش حياه طبيعيه. فانا فيدال تكلمت مع ماماه ديال دانيال وعاودت ليها كل شيء اللي وقع لولدها، وقالت لك ان الشاهد اللي شافكم وصل ليها وباغي الفلوس باش يسكت، واتفقت معك انكم تلاقاو في الاوتيل، وفاش مشيتي لعندها قالت لك ان هاد الفلوس خصك تعطيها لباباه وماماه ديال دانيال اللي مات، وتعلموا بالبلاصه اللي لوحتي فيها ولدهم باش يدفنوه، ومن بعد غتسلموا نفسكم للبوليس. لكن انت ما عجبكش هذا الكلام وقتلتيها واديتي نفسك باش تبان شي حد هو اللي دفعك. هنا هو قال لها ان فيدال لو كانت قالت لهم شي حاجه كانوا والديه بلغوا البوليس. فهنا قطعات وقالت له ان كيفاش غادي يبلغوا البوليس والجثه ولدهم ما كايناش. وهنا جابت وحده الطاقه وقالت له هاك شوف توماس، هذه مده وهو حاديك وحادي المحامي فيليكس، وكان حاديها حتى هي حيت البوليس ما جابش الحق ديال ولده ودابا هو باغي يجيبو بيده. وهنا قال لي ان مو ديال دانيال كاينه في الفوتو وهذا دليل الصالح ديالو. وهنا قالت له شوف الفوتو مزيان، ماما ديال دانيال الانعكاس ديالها ما كاينش في المرايه، يعني هاد الفوتو ماشي حقيقيه مخدومه بالفوتوشوب. وسولاتو شكون اللي قتل فيدال قول لي الحقيقه. فهنا قال لها انا. وفي هاد اللحظه جا ميساج صوتي من عند فيليكس كيقول له كنتصل بيك والتليفون عندك مسدود، كنستناك تعيط ليا. فانا المحاميه قالت له غنمشي واحد قسماين على بعيد من اتصل به انت، عاود نجي. فاش غيتصل به غيقول له انه لقى الشاهد وعطاه الفلوس وغيحسب انه ما شافوش قبل هكذا. وطوني غيقول له انه عاود المحاميه على كل شيء وحاسس باللي غطلعوا من هذه القضيه. وهنا غتوقع دبدابات وتشويش في التليفون وما غيبقى يسمع والو. من بعد غيشوف المداد ديال ستيلو في القميجه، وفاش غيفتحو غيلقى جهاز التصنت يعني فيها المايك. وهنا غيجيه في بالو كلام ديال المحاميه وهي كتقول له انت ماشي تكي عليا. وفي نفس الوقت المحاميه تكون وصلت عند توماس اللي غيحضنا وغيكون سجل الكلام ديال طوني كامل. وطوني فاش غيوقع في حدا الطاقه غيشوف المحاميه وهي كتحيد العدسات وكتحيد البيلوكا والمكياج، وغيتصدم فاش غيلقاها انها هي ماما ديال دانيال، وهي بقات تبعاه تتوصلت بالمكان اللي فيه بنا باش تدفنو وتنتقم له. وهنا طوني سمع الدق وفاش فتح الباب غيلقى المحاميه الحقيقيه اللي كان صيفطها فيليكس. وفي نفس الوقت توماس غيبلغ البوليس على اللي قتل ولده ومعه جميع الادله، وهكذا غيكونوا جابوا الحق لولدهم دانيال اللي مات. وهنا كنكونوا سالينا الفيلم بالخف ديالنا، والى حلقه جديده ان شاء الله. تحياتي لكم الخوت.